صباح الخير حبايبي، وحشتوني جدا جدا. اتمنى تكونوا بخير، واتمنى ان انا اكون دايما عند حسن ظنكم. واتمنى لو انتوا اول مره تشرفوني في القناه تشتركوا في القناه بالمستطيل الاحمر مكتوب عليه سبسكرايب تحت الفيديو، واتمنى تعملوا لايك للفيديو علشان وتشاركوا مع اصدقائكم عشان يوصل لاكبر عدد ممكن وتعم الفايده. النهارده موضوعنا ازاي اتطلب مني من احد المتابعين انه ازاي طب لو الشخص ما بيفكرش فيا اصلا ازاي اخليه يقدر انه يفكر فيا. انا النهارده حارد مجموعه حيل ان احنا هنلعب على اوتار معينه تجبر الشخص اللي قدامك انه يفكر فيك. هنتكلم في كل حيله على حده، وهنقول التفسير بتاعها ده ليه ازاي ده بيحصل. انتوا دايما لما تيجي تصحوا من النوم كده زي زمان لما كنا نسمع في الراديو صباح الخير يا اللي معانا، فاكرين الاغنيه دي؟ او ماما فضيله او كده، فاكرين؟ تفضل الاغنيه بتتكررها انت طول اليوم بشكل لا ارادي حتى لو الاغنيه مش عاجباك. تفسير ده ايه؟ العقل وهو لسه صاحي من النوم بيبقى عنده قدره على استيعاب اكبر قدر ممكن من المعلومات وتستقر فيها. عشان كده الخبراء مثلا بينصحوا ان احنا الصبح بدري نقوم نذاكر، بيبقى المخ كلير كده وقادر ان هو يستوعب. طب احنا نستغل الحيلة دي ازاي؟ خلي الشخص اللي انت نفسك ان هو يفكر فيك يسمعك في الوقت اللي هو بيصحى فيه. حاول انك تتواصل معاه صوتيا، يعني تليفون صغير، مش مواضيع كتير بقى، كفايه انك تقول بعض الكلمات القليله. ده كفيل انك انت تفضل في ذاكرته فتره طويله من اليوم ويفضل يفكر فيك بشكل ملح بشكل لا ارادي. اتفقنا؟ الحيله التانيه الخبراء نصحوا بيها، احنا بنلعب على وتر حاجة اسمها في علم النفس الارتباط الشرطي. يعني ايه الارتباط الشرطي؟ كلنا بيحصل لنا الموضوع ده. تلاقي مثلا ان ريحة اكل معينة تفكرك وتاخدك لرمضان مثلا. الرائحة من اقوى، الخبراء قالوا كده، من اقوى الامور المحفزة للذاكرة. فاحنا طبعا عارفين احنا المسلمات الستات ما ينفعش ان هم يخرجوا بعطر في الشارع اصلا. لكن لو جوزك مثلا وعودتيه على برفان معين، انك تشتري عطر معين، يبقى عندك برفان معين، وانت كرجل يكون عندك برفان بيميزك بيميز شخصيتك، وانت موجود في المكان اللي هو موجود فيه الشخص اللي انت عايزه يفكر فيك طول الوقت وانت متعطر بهذا العطر. ثق ان كل ما يعني الشخص اللي انت نفسه يفكر فيك هيشمه في اي مكان في اي وقت، انت مباشرة هتيجي في ذهنه. طب لو هو مش هيستعمل برفان، يا سلام بقى، ده الجزء التاني من الحيلة. لو هديت له البرفان ده حتى لو هو مش هيستعمله، هيحطه في الدولاب بتاعه، هيحطه على مكتبه، هيبقى قدامه في الادوات بتاعته في الاماكن اللي هو بيستعملها، فكل ما هيشوفه هيفتكرك. فهو هنا الخبراء بينصحوا موضوع العطر لان هو اكبر محفز للذاكره، وده وتر من اوتار علم النفس اللي هو اسمه الارتباط الشرطي. يعني حاجه لما تشوفها بتكون مرتبطه انك تفكر حاجه تانية، زي الناس المتعوده ان هي تشرب سجاير مع فنجان القهوه، اول ما يمسك فنجان القهوه عايز يولع سيجاره. في ارتباط شرطي بين الاتنين. تمام؟ الاسلوب الثالث اللي تخلي شخص يفكر فيك غصب عنه انك تدخل الحيرة في عقله. الحيرة بتدخل امتى؟ لما تكون شخصية غامضة. يعني ايه شخصية غامضة؟ شخصية غير متوقع ردود افعالك، ارائك مش واضحة، انت مع او ضد. كلما اثرت حيرته كلما ازداد مساحة احتلالك لتفكيره في مخك، وتلاقي الشخص ده بقيت انت تحت رادار تفكيره ونظره ومراقبتك، بحيث ان هو يحاول ان هو يفهم ويحل هذا النوع من الحيرة. الفضول بيدفع الانسان للاهتمام ببعض الامور والتفاصيل
دون إرادته. لو تلاحظوا الشركات الكبيرة بامبرز، شيبسي، اريال، هل هم محتاجين اعلانات؟ يعني دي هم اكبر من اني خلاص ان الموضوع يحصل فيه اعلانات، يعني معروفين. ومع ذلك ما تلاقيش مكان فاضي انت بتمشي فيه الا وتلاقي اعلان لهذه السلعة موجود ومتكرر. ايه اللي بيحصل بقى؟ بيحصل نوع من الراحة النفسية ونوع من الامان والطمأنينة جواك، بترتاح لهذا المنتج لانه منتشر جدا حواليك اعلاناته. تلاقي نفسك لما دخلت السوبر ماركت لا ارادي انت نقيت المنتج اللي انت عينك بتشوفه وودنك بتسمع اعلاناته في كل مكان. الراحة بتعمل نوع من العلاقة النفسية المريحة جواك، والراحة بتولد الحب. خدوا بالكم من النقطة دي. الشركات الكبيرة مش بتصرف فلوسها هباء على الإعلانات، هم بيلعبوا على وتر مهم جدا، الاعتياد. وده الوتر اللي انت لازم تلعب عليه، ان الشخص اللي انت عايزه يفكر فيك لازم يعتاد وجودك في الحيز اللي هو موجود فيه، حتى لو انت مش بتتعامل معاه بشكل مباشر، لكن تأثيرك وإحساسه بيك بيتجدد مع الوقت. والمثل بيقول ايه؟ البعيد عن العين بعيد عن القلب. دي حقيقة، يعني بيحصل جفاء لما انت مش موجود، لكن اللي موجود قدامي طول الوقت وبيتصرف كده ورايح جاي كده، في افكت بيحصل لما نيجي نربطوه مع الغموض في شخصيتك. الاعتياد بيولد مساحة من الراحة، والراحة بتولد مشاعر، وغالبا بتكون مشاعر حب. ودايما يقولوا التعود اقوى من الحب. يعني مثلا السجاير يقولوا عليها عاده سيئه، هي عاده انت مش قادر تتخلص منها رغم ان هي بتاذيك وبتخلص لك فلوسك وعامله لك سلبيات كتير في حياتك، لكن هي بقت عاده. فالاعتياد بيولد مساحه جوه المخ بيخلي الانسان يفكر ويدمن وجود هذا الشخص. اللعبه فين بقى؟ اللعبة الخطيرة واللي لازم تلعبها بذكاء وفي صالحك، ان بعد ما تخلي الانسان ده اتعود على وجودك، شايفك في كل مكان، شاغل حيز من تفكيرك، من تفكيره هو، اختفي، انسحب بهدوء. فجأة ما يلاقكش، يبتدي يدور عليك، تبتدي تحتل مكانة اكبر واكتر من تفكيره، وبعدين تقوم ظاهر تاني بالراحة، فيبتدي يكون ملهوف عليك وعايز يعرف عنك أكتر، يبتدي يفكر فيك أكتر. أتمنى تستخدموها في الخير، تستخدموها في الحلال. وجميل جدا إن احنا نهتم بإن احنا يبقى لنا رفيق في حياتنا، فخد بالك يكون النية خير عشان ربنا يبارك لك. وأتمنى تستفيدوا من الكلام اللي أنا قلته ده، وأتمنى لو عجبكم الفيديو لايك وشير لأصدقائكم عشان تعم الفايدة. وأي موضوعات حبايب قلبي أنا بنقرأ كل الكومنتات انتوا عايزيني أتكلم فيها، يساعدني جدا، وعيني عشانكم، أنا بحبكم قوي. باي.